السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل أكلة لذيذة قوي تنفع في الفطار، سريعة جدا ومن غير فرن. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. عندي هنا حوالي نص كيلو لحمة، نزلت عليها ببصلاية كبيرة مبشورة وبقدونس والبهارات بتاعتي فلفل اسود وملح وبابريكا وبهارات 7 وتشيلي فليكس او البذور بتاعة الفلفل الجافة وممكن تستغنوا عنها. ونزلت كمان بحوالي معلقتين من الزيت، وهبدأ ان انا اصبع الكفتة بتاعتي بالشكل ده كده. هخلص الكمية بتاعتي وهبدأ اسويها في طاسة سخنة بمعلقتين زيت او معلقتين سمنة. هخلص الكمية كلها، هسوي الكمية كلها، وبعد كده في نفس الطاسة هنزل ببصلة مقطعاها جوانح، بصلة كبيرة مقطعاها جوانح. وبعد كده اول ما البصل يبدأ ان هو يدخل في الدبلان كده ويغير لونه بسيط، هنزل بفصين توم مفرومين. واول ما اشم ريحة التوم طلعت كده هنزل عليهم بفلفل الوان انا مقطعاه وطماطم وفلفل حراق كده قرون، وممكن تستغنوا عن الفلفل الحراق ده. وبعد كده لما الخضار يدبل كله كده هنزل عليه بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود وبابريكا وملح. وبعد كده الكفتة بقى اللي احنا سيبناها على جنب دي هبدأ ان انا ارصها على الخضار كده بالشكل ده. وطبعا اي حاجة نزلت من الكفتة في الطبق هنزلها على الكفتة برضو. وهجيب حوالي نص كوباية مية وهغطي واسيبها على نار هادية خالص تستوي بقى براحتها. وتبقى عندي بالشكل الفظيع ده، سهلة جدا وسريعة وطعمها بجد خطير، جنب رز ابيض او عيش عادي بس. وبألف هنا، جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ورمضان كريم.